اللهم صل على سيدنا محمد. معاكم أسماء رمضان. النهاردة هنعمل رز معمر أو رز مدسوس. جبت الرز بتاعي وغسلته كويس، وجبت اللبن وزودت عليه حبة مية وحطيت له ملح، وهبدأ أعير البرايم باللبن، وهاخد البرايم بتاعتي واحطها في الفرن. عادي يا جماعة، ممكن تعملي الرز في البوتاجاز أو تعمليه في الفرن عادي، أنا متوفر عندي الاتنين الحمد لله. هنا حطيته في الفرن، وهنا بدأ يشيل معايا الرز، واول ما يخلص وما يبقاش فيه ميه بتاعته هطلعه من الفرن وابدا اسقيه بالسمنه الفلاحي بتاعتي وحبه زيت عشان خاطر يبقى مفرفر معايا. اهو كده خلصته. هبدا هنا بقى اجيب السمك بتاعي الشخوره، اغسلها حلو كويس قوي، وبعد كده برش عليها ملح وخل وليمون. هنا بقى احضر التتبيله قبل ما اروح اشويه. بجيب 3 ليمونات اقطعهم كده، معلقتين فلفل احمر، معلقتين دقه، ومعلقتين ملح او حسب الملح اللي انتوا عايزينه، يعني حسب الحدق بتاع الميه. معايا كمون وكزبرة وشطة وزيت وخل وكوبايتين مية او طبقين مية، وهبدأ اضربهم. هنا كنت نسيت احط 3 فصوص توم، حطيتهم وضربتهم. هحطهم في البلاستيكة بتاعتي، وهجيب ربطة كزبرة واقطع الورق بتاعها كده في الدقة، بيبقى طعمها بيخلي السمك طعمه حلو عامة. هنا هبدأ احط السمك بتاعي في الفرن واشويه، وهطلعه بعد كده اقلبه، وبعد كده اطلعه من الفرن وابدأ احطه في التمليحة بتاعة السمك. بيبقى طعمه جميل جدا لما بتشويه كمان في البيت وبتعملي له انتي التمليحة بتاعته في البيت. ببدأ اقلبه على الجنب ده والجنب ده، وهاخده اطلعه احطه في الصينية بتاعته، ويطلع معايا احلى سمك شخورة مشوي، ويطلع احلى رز معمر مدسوس او معمر. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتكتبوا لي في الكومنت عجبكم ولا ما عجبكمش. مع السلامة.